حرفيا انا مش هقدر اقول غير ان هو مدرب جبان جدا، وهو اللي شايلنا الماتش وهو اللي يشيل الماتش. مدرب جبان، مدرب ضعيف جدا، مدرب ضعيف تكتيكيا فنيا، قول زي ما تقول، مدرب ضعيف جدا جدا. اولا الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الصراحه يستحقوا الفوز. مع انك انت كنت تستحق تكسب الماتش ده كتير كتير، مش ان انت تكسب واحد ولا اتنين، لا كنت تستحق تكسب الماتش ده كتير. كنت تستحق تطلع من الماتش ده على الاقل في الشوط الاول 2 3. انت في اول 10 دقائق او 25 دقيقه انت ماسك الكوره، انت رايح مضيع هجمتين، انت جايب بلانتي، انت جايب جون وراكب الماتش. فجاه واحده انت بعد ما جبت الجون انا هامن بقى، هامن دفاعيا بقى من الدقيقه 25 للدقيقه 90. انا هامن، انا هشوف بقى، انا خلاص كده كفايه حلو عليا كده. اكتفى بالجون، ما يعرفش ان ده النادي الاهلي الغريم بتاعك، الغريم التقليدي اللي ما ينفعش تقول النتيجه خلصت او الماتش خلص غير لما صفاره الحكم تخلص. مدرب ضعيف جدا. الواحد كان متنرفز جدا. ما برضك مش صعبان عليه غير الجمهور اللي راح الاستاد، كل الجمهور اللي راح الاستاد ده يشجع اللعيبه. اللعيبه النهارده يعني انا مش هشكر، يعني انا خط الهجوم عندي النهارده كان ضايع. خط الهجوم حرفيا كان ضايع، من اول ناصر ماهر كده لحد ادم كايد، عدي الدباغ، خوان بزيرة، كانوا ضايعين، ما كانش فيه لعيبه، ما كنتش حاسس بيهم اصلا. خط الدفاع النهارده شال كتير، الراجل عمل عليهم عبء بطريقه غبيه. ان انت من دقيقه مثلا 40 في الشوط الاول لحد الدقيقه 90 بتلعب بطريقه دفاعيه، او لحد الدقيقه 85 بتلعب بطريقه دفاعيه، ان انت بتخلي دونجا وعبد الله السعيد يدافعوا مع الاربعه اللي ورا. النهارده بنتايج عمل ماتش جامد جدا، لولا ضربه الجزاء وغلطه ضربه الجزاء. عمر جابر النهارده كان بيلعب عليه بن شرقي وتريزيجيه وكان بيضم معاهم بالرمضان. الراجل لا عمل ماتش جامد قوي. محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد عمل ماتش عالي قوي. الصراحه الواحد بيحييهم، عمل ماتش جميل. دونجا كان كويس جدا. مشكله الراجل ان حطهم في عبء، ولما لقى الدنيا خلاص بقى بدات تهرب منه 2-1 للاهلي، بدا يغير في الدقيقه 78. بدا يغير في الدقيقه 78. ادم كايد اصلا ما كانش قادر يجري في الدقيقه 25. بدا يغير ويعدل من اللي هو ما افسده في الدقيقه 78. كان اصلا الماتش خلص، هرب منها خلاص. اللعيب عقبال ما ينزل ياخد فورمه الماتش هياخد 5 دقايق على الاقل. فخلاص انت خلاص. النهارده ناصر منسي نزل مش قادر يجري، الراجل مش قادر يجري يا جدع. عمرو ناصر نزل بتاع 10 دقايق يا نهار، قلب الماتش. كوره في العارضه، كوره جنب العارضه، قلب الماتش يا عم. ايه انت ما بتشوفش؟ لا احنا لازم المدرب ده يمشي، لازم المدرب ده يمشي. يعني كنت سامع ان في قرار كده ان هو هيكلوا، هيقدم استقالته، ولا هم هيكلوه ويمشوه ويجيبوا طارق مصطفى. اي مدرب مصري يعني، اي حد، اقسم بالله اقسم بالله اي حد كان جه مسك الزمالك في الماتش ده كان ادى الاهلي 3 بالراحه. لعيبه الاهلي خايفه منك، لعيبه الاهلي نازله في الشوط الاول خايفه منك، نازله بيزعقوا لبعض بعد اول جون، بيزعقوا لبعض. اللعيبه مش تفكيرها في الماتش اصلا. في الشوط الثاني بقى بدا هم خلاص، انت بدات تدافع، بدات تسيب لهم الكوره، بدات تخليهم يلعبوا عليك، بدات تخليهم هم اللي يركبوا الماتش، بدات تخليهم هم اللي عايزين يكسبوا الماتش. حاجه تحزن الصراحه، حاجه تحزن. انت راكب الدوري تكسب بقى تريح نفسك وتركب. بيراميدز يتعادل يكسب يبقى معاك تاني، ولا يصعد اول بفرق اهداف وبتاع، بس هي ماشي. لكن باللي بيحصل ده صعب جدا. انا مش هستحمل المدرب ده يفضل معاه ماتش كمان. المدرب ده لو ما سمعناش خبر اقالته النهارده او بكره بالكتير، مش هينفع. هقول ايه؟ انا مش هشجع الزمالك، ما ينفعش. الواحد تعب نفسيا الصراحه، تعب نفسيا. كده وصلنا للنهايه. وصلنا للنهايه. انا تعبت. سيناريو بيتكرر كل سنه، ابقى راكب الدوري وبعد كده اخرج ثالث ولا رابع والعب كونفدراليه تاني، انا ما صدقت ان انا بدات اجيب صفقات، بدات عندي مدير رياضي
يلم لي الدنيا ويخلي مفيش اخبار تتسرب ويقفل على الفرقه وبتاع. يعني نفس السيناريو هيحصل معاه تاني، هيتكرر تاني. لا لا، الواحد تعب، الواحد تعب، لا بجد زهقنا. سلام.